صباح الخير، او في الواقع انا لسه ما نمتش من امبارح بالليل. طبعا انتوا عارفين بما ان انا لسه ما نمتش، فاحنا هنيجي نفطر من عند مين؟ عم عبده اكيد. صالح. اي انا مش عارف ايه اللي رجعني لنفس الروتين ده تاني. يمكن من بداية 2019 هحكي لكم الحكاية من الأول بقى. بداية 2019 لحد آخر السنة اللي فاتت، وأنا كان النوم بتاعي اتبهدل خالص. يمكن آخر السنة اللي فاتت هي اللي كنت نومي كان فيها كان متظبط لمدة شهرين تلاتة كده. كنت بنام 8 ساعات، بنام بدري وأصحى بدري. لكن من بداية 2019، يمكن من قبل كده، ولكن من 2019 هي دي الفترة اللي أنا كنت واعي عليها، وكنت فاهم فيها أكتر. وكنت هو الفترة اللي كنت واعي فيها يعني الروتين بتاع النوم بتاعه كده، هو إن أنا منامش غير 3 ساعات. فمؤخرا رجعت تاني لنفس يوم الروتين ده، الروتين اللي في حياتي حرفيا، يعني إن أنا أنام 3 ساعات. يمكن الموضوع ده مضايقني فشخ إن أنا مبنامش غير 3 ساعات. هي الفكرة بالنسبة لي إن أنا بنام 3 ساعات وبصحى فايق جدا أكني نايم 8 ساعات. فأنا نفسي أفهم المشكلة في إيه. أنا متضايق إن أنا بنام بس 3 ساعات في الفترة الباقية. يعني باقي اليوم كله تشتغل شوية ويبقى عندك طاقة إن أنت تبدأ شوية وتكون كرييتيف شوية، وبعد كده باقي اليوم تبقى مبسوط فيه، مش قادر تعمل أي حاجة وعايز تنام، بس أنت مش عارف تنام، بس أنت عايز تنام بس أنت مش بتنام. فانا مش فاهم. انا كنت فكرت خلاص بقى، يعني فاهم، يعني كده بقى لنا 5 سنين تقريبا في نفس الروتين اللي فاشخ حياتي ده. خلاص بقى الواحد قال لك خلاص بقى انت هترجع بقى النوم الطبيعي بقى. قعدت لك شهرين ثلاثه بتنام 8 ساعات مش عارف ايه، خلاص بتصحى مبسوط فايق الدنيا تمام كل حاجه تمام. كان ما كنتش اتخيل ان انا ممكن ارجع لنفس الروتين ده تاني. بس رجعت له تاني ان انا مش بنام غير 3 ساعات. فيمكن اللي انا عايز اعمله دلوقتي، او يمكن اللي انا لازم اعمله دلوقتي، هو ان انا اتاقلم مع الوضع ده، ان انا اتكيف مع الوضع ده، وان انا اخلي الانتاجيه بتاعتي كلها تتمحور حوالين الوضع ده. ده بسبب ان لو انا فضلت بقى اللي هو متضايق ومش عارف ايه، فانا will do nothing. فانا مش هعمل اي حاجه حرفيا في الوقت ده. الانتاجيه بتاعتي هتقل فشخ اكتر ما قلت اصلا، بسبب ان انا رجعت لنفس الروتين ده. فلازم اعمل ان انا اتاقلم مع الوضع ده. وخلاص هي الثلاث ساعات بتاعتي دلوقتي من امتى بقى؟ من 11 الساعة 2 ونص 3 كده، في الحدود دي يعني فاهم، او من 12 ل3 يعني حاجة زي كده فاهم. بس هي اقصى مدة نمتها في خلال الكام يوم اللي فاتوا دول كانت 3 ساعات ونص. اقصى يوم جبت فيه 4 تقريبا. فمش عارف ايه اللي رجعني لنفس الوضع ده تاني، بس تمام حاول نتأقلم معاه بقى. يمكن من ضمن الحاجات اللي مضايقانا اكتر ان انا دلوقتي لسه مخلص فطار، ولكن عايز اتكلم في الحاجات اللي مضايقانا اكتر في ان انا مش بنام غير 3 ساعات. هي فكرة ان انا دلوقتي جاي اكمل الشغل اللي ورايا، جاي ابدا شغل خلاص في اليوم الجديد، في الحاجات الجديدة اللي ورايا، جاي ابدا شغل في حاجات جديدة. حتى لو انا مش هبدا شغل واقعد على الموبايل، فانا بالنسبة لي طول ما في حاجة شغلاني الموبايل في ايدي، او انا مثلا نازل كنت رايح كلية، رايح مشوار، ورايا مشاوير، ورايا. طول ما انا في الحاجات دي، او نازل الشغل مثلا، طول ما انا ورايا حاجة نازل لها، فانا خلاص حتى لو ما نمتش الثلاث ساعات دول انا مكمل اليوم عادي جدا 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 من غير ما ابقى عايز انام. فهي دي اكتر حاجه مضايقاني، اللي هو انا ليه ما بنامش، فاهمين؟ ولو نمت ليه مش بنام غير 3 ساعات؟ دي اكتر حاجه مضايقانا حرفيا. ويمكن مثلا في الايام اللي احنا فيها دي، لولا ان الكهرباء بتقطع، فانا لا يمكن انام. لا يمكن، بمعنى لا يمكن انام، سواء بقى قاعد شغال، قاعد على الموبايل، قاعد بتمرقع، قاعد نازل شغل مثلا، شغال دي تايم جوب، او whatever what I do. فدي اكتر حاجة مضايقاني حرفيا، هي فكرة ان انا مش بنام. هي دي اكتر حاجة مضايقاني. مش عارف ليه، بالرغم ان احنا دلوقتي آه، كده تقريبا داخل في فوق ال24 ساعة بدون نوم، وعادي. ليه عادي؟ انا مش فاهم. يعني دلوقتي مش كابس عليا النوم،
فاتح البي سي قاعد شغال بعمل اديتنج بجهز الفيديو الجديد اللي هينزل على القناة السنة. انا النوم ده مش في عيني دلوقتي، بس في ارهاق. ولكن من ضمن الحاجات اللي انا عايز اظبط نومي بسببها وعايز انام 8 ساعات بسببها هي فكرة ان التركيز فكرة ان انت مش نايم فتركيزك بيقل. مش معنى كده انت بتقول كلام انت مش فاهم انت بتقول ايه وانت مش واعي انت بتعمل ايه، لا انت واعي كويس انت بتعمل ايه وفاهم انت بتعمل ايه، ولكن التركيز بيقل. التركيز مثلا لو انت نايم كويس، جسمك واخد كفايته من النوم، شوية الحاجات بقى اللي انت عارفينها دي مش هنخش في تفصيل ميديكال قوي ومش هنتكلم في النقطة دي. ولكن لو انت نايم كويس التركيز بتاعك هيبقى في 100%. لو انت مش نايم كويس فالتركيز بتاعك هيبقى 80%. ويمكن في الشغل اللي انا بعمله انا محتاج التركيز 100% مش محتاج 80% ابدا. انا لازمني ان انا اكون مركز في الحاجة اللي انا بعملها 100%، عشان لازم الحاجة تطلع مظبوطة. و... وانا بعمل اكتر من حاجة، فالاكتر من حاجة دي لو انا مش بعملها صح فاكني ما عملتهاش. فمش عارف يعني، يمكن دي اول مرة اكون بشارك حاجة زي كده اونلاين. اول مرة في ال5 سنين اللي فاتوا اكون بشارك حاجة زي كده اونلاين او بشاركها مع اي حد عموما. بس لو في حد منكم عنده حل اللي هو ازاي انام 8 ساعات، ازاي اظبط نومي وانام 8 ساعات، نيجي بقى لنقطة ان انا حتى لو ظبطت نومي مثلا ادام الفترة دي رجعت تاني فانا هنام ال3 ساعات بالليل عادي. فاهم؟ انا لما جيت بقى نمت يعني في خلال مثلا شهرين 3 كده كنت بنام 8 ساعات بنام بالليل، بصحى الساعة 5 بنام الساعة 9 10 بصحى الساعة 5. انا قلت خلاص الحمد لله هنكمل بقى الفترة دي. لا ده هما كانوا شهرين 3 كده، اعتقد ما كملناش 4، اعتقد كانوا شهرين 3 بس مش عارف. لو حد منكم عنده حل يا ريت تعرفوني. اوكي، نمت لما الكهرباء قطعت ولسه صاحي او صاحي بقالي شويه كتير يعني، ولكن نمت النهارده 4 ساعات. ولما صحيت الصراحه فكرت في الموضوع ولقيت ان طب ما ده ممكن يكون شيء كويس. الناس كتير جدا بتفكر ان هي يبقى عندها وقت كتير جدا في اليوم، بتفكر ان الوقت بتاعها في اليوم ازاي تزوده. وانت عندك 20 ساعة في اليوم تعمل فيهم كل حاجة بدلا من 16 ساعة، فانت عندك 4 ساعات زيادة عن كل الناس تعمل فيهم كل حاجة. فمش عارف الصراحة، ممكن ده الموضوع يكون كويس ممكن الموضوع يكون وحش، فانا مش عارف. ولكن اللي مضايقني ان ليه مش بنام 8 ساعات، دي اكتر حاجة مضايقاني في الموضوع. واللي مضايقني اكتر ان انت خلاص ال 16 ساعة بتاعت اليوم الطبيعية انت بتقضيها، بيجي بقى في الفترة بتاعت 8 ساعات اللي انت بتنام فيهم 4 بس دول، في 4 ساعات انت مش بتبقى فول فوكس، انت بتبقى مش مركز تماما. فهي دي الفكرة اللي انا بتكلم في الموضوع. وبرضه اكيد عايز حل بسبب الموضوع. لو انت جيت تشوف طبيا هتلاقي الموضوع كارثة حرفيا انت بتعملها في جسمك. فمش عارف يعني، هي كارثة وفي نفس الوقت ممكن تكون شيء كويس. فيعني الموضوع متلخبط حبتين. بس من وقفتنا هنا انت عارف. كنت ناوي الصراحة ان انا ادرج الدقن وكده، ادرجها من هنا وندرج مش عارف ايه الكلام ده كله، ولكن ما عنديش اكسبيرينس في الموضوع ده. فكنت اشوف توتوريال، فقررت ان انا اجي الموضوع ونعمل بس ايه التحديدة العادية. وقررت ان انا ايه اخفها شوية بسبب ان هي كانت تقيلة ورخمة نوعا ما ومش متساوية. فقررت ان انا اخفها كلها تبقى نفس الدرجة لحد ما تبقى كلها متساوية وفي نفس السواء يعني. صراحة حاسس ان الموضوع افضل بكتير ومع الوقت بيتحسن، وايدي خدت على الخط ده وبقت بتظبط الخط ده افضل بكتير جدا. وكذلك الحتة دي الحتة دي والحتة دي والحتة دي، في كام حاجة اكيد لسه ما بظبطهاش ولكن قربت اتعلم ظبطها كلها. الخطوة اللي بعد كده بقى ان احنا نتعلم التدريج من اول الحتة دي كده الحتة دي الحتة دي، ويعني نتعلم التدريج عموما فيها كلها. دي الخطوة الجاية بقى. ولكن اهم حاجة ان احنا ايه نتعلم التحديد بالكامل ونظبط ايدنا فيه. الخطوة بقى اللي بعد ده كله ده، يعني دي حاجة أنا متحمس ليها جدا، إن أنا أبدأ أتعلم أقص شعري بنفسي. مش عارف يعني، مش عارف ليه أنا متحمس ليها، ولكن أنا حابب إن أنا أعملها بسبب إن أجرب وأغلط أنا أحسن من الحلاق إن أنا أقول له عايز 1 2 3 هو مقتنع باللي في دماغه. فعشان كده حابب إن أنا اللي أحلو بنفسي. فمش عارف الصراحة، بس أهم حاجة بس إن إحنا نتقن الدقن ومش عارف إيه ونظبطها كل مرة. بعد كده بعد ما الواحد ايده تاخد على استخدام المكنه وكده نبدا بقى في الشعر. بالمناسبه اللي هيسال ان انا بهدلت الارض اللي انا لسه منضفها من يومين، فرش حاجه على الارض،
في قماش عندي كده فريش على الارض، مفيش اي حاجه جت على السجاده ولا على البلاط. انا اللي بنضف يا جماعه، انا اللي بنضف. مفيش بس غير السويتشيرت ده اللي هغيره، لان يعني زي ما انتم شايفين كده اتبهدل.